السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ويا رب دايما تكونوا بخير وبسعادة. جايبين النهاردة وصفة حلوة قوي، وصفة هتعجبكم. تتباع غالية جدا في المحلات وناس كتير قوي بتحبها. اخر مرة شفتها كان حوالي ربع كيلو منها ب250 جنيه. انتوا متخيلين؟ انتوا متخيلين ان انا اعمل حوالي شوية سندوتشات ب250 جنيه؟ لا، انا هعملها النهاردة في البيت بطريقة حلوة قوي وموفرة على قد ايدينا. وهي وصفة الرومي المدخن، وهنعملها في البيت بطريقة سهلة أوي وبسيطة وغير مكلفة. طب هنعملها ازاي وبايه؟ هنجيب رومي؟ لا طبعا مش هنجيبه، احنا قلنا هنوفر، هنجيب كيلو من صدور الفراخ. ويلا بينا نشوف هنعمل الوصفة ازاي. هنجيب النهاردة كيلو من صدور الفراخ. هنجيب كيلو، مش هنقطعه خالص، هنخليه قطع زي ما احنا شايفين. وهبدأ اغسلها بمية وخل عشان اتأكد ان هي ما فيهاش اي ريحة من الزفارة. وبعد ما بغسلها بميه بخل، يعني تقريبا بسيبها حوالي نص ساعه، بجيب البانيه اللي معايا وابدا انشفه زي ما احنا شفنا. ويلا بينا نعمل احلى مرينيشن للفراخ. الصوص اللي احنا هنتبل بيه الفراخ وهتخليه في التلاجة مش اقل من 6 ساعات. طبعا لو سيبناها لمده اطول هتبقى احلى بكتير، والفراخ هتبدا تشرب معانا الخلطه. اول حاجه هنبدا نجيب معلقتين من صويا صوص، وهنحط عليها معلقه من صوص الباربيكيو اللي هو الصوص الشوي اللي هيدينا طعم الشوي. ونخلي بالنا من الملح لان الصويا صوص بيبقى فيها ملح. ونبدأ نحط معلقة من عسل النحل الابيض، يعمل لنا تعادل كده ما بين طعم الحلو والحادق. ويا ريت تعملي كل الخطوات بنفس المقادير وما تشيليش منها اي حاجة لان هي فعلا طعمها تحفة. ويلا بينا نشوف التوابل اللي احنا هنستخدمها النهارده. معانا ملح، بابريكا، زعتر، فلفل اسمر، بصل بودرة، توم بودرة. ومعانا كمان معلقة من الجنزبيل، وهتلاقيني كاتبالك كل التوابل المطلوبة في صندوق الوصف. وبعد كده هنبدأ نقلب كل المكونات اللي معانا مع بعض. وهنستخدم كمان في التتبيلة بتاعتنا حوالي عصير ليمونة كاملة. وأقلب كل المكونات مع بعض لحد كده والتتبيلة تمام. بس أنا المرة دي قررت إن أنا أضيف إضافة صغيرة أوي. طبعا عارفين إن مفيش وصفة 100% بالورقة والقلم، يعني تقدري تشيلي مكون، تقدري تزودي مكون. فأنا النهاردة قررت إن أنا أزود التتبيلة دي حوالي معلقة من الكاتشب. تقدري تستخدمي الوصفة زي ما انا ما قلتها في الاول بدون كاتشب، بس بصراحة لما جربت الكاتشب ادتني طعم هايل. بصراحة كل ما اعملها كل مرة لازم اضيف لها معلقة الكاتشب. وبعد ما خلصت كل الخلطة اللي معايا، انا هنا هبدأ اقسمها نصين. جزء هدهن بيه الفرخة او اتبلها بيه، وجزء التاني هنشوف مع بعض هنعمل فيه ايه. ودلوقتي هبدأ اجيب صدور الفراخ اللي معايا وهبدأ ادهنها بالخلطة او الصوص اللي احنا عملناه. ولازم ندهنها كويس قوي واتاكد ان الفراخ شربت من الخلطه كويس قوي. يعني تقريبا الخلطه لازم تكون مغطيه الفراخ كويس قوي، عشان طبعا الفراخ تشرب من الخلطه وتديها تطعيمه حلوه قوي. وبعد ما عملت صدور الفراخ بكل الخلطه اللي معايا هبدا اغطيها واحطها في التلاجة من بالليل للصبح. وتقريبا انا سبتها مده ليله كامله في التلاجة. وكل ما تقعد في التلاجة اكتر الفراخ هتشرب من الصوص. وبعد كده هجيب معايا طاسة او اي صينية تكون غير لاصقة، وهبدأ انزل فيها بشوية زيت. واول ما الزيت يسخن كويس قوي هبدأ انزل عليها بالفراخ. هعمل لها صدمة من كل الجوانب، او بالبلدي كده هشوحها تشويحة بسيطة. وهبدأ انزل عليها بمعلقة من الزبدة، بتديها تطعيمة حلوة قوي. وياريت كمان لو شوية زعتر او روزميري، بتاخدها لحتة تانية.
بس انا اكتفيت بمعلقة الزبدة لان انا حاطة زعتر في الخلطة. واول ما تاخد معانا اللون الرهيب اللي احنا شايفينه ده، هبدأ اقلبها على الناحية التانية علشان تعمل نفس اللون من الناحية التانية. هديها صدمة من كل الجوانب علشان الاقي الفراخ في الاخر بتبقى طعمها مكرمل كده وحلو وجوسي من جوه. ودلوقتي هنبدأ نستخدم الجزء اللي معانا من الخلطة اللي احنا شلناه على جنب. مش احنا قلنا في الاول هنقسم الخلطة جزئين؟ هبدأ ادهن الفراخ بالطريقة اللي احنا شايفينها دي، وهبدأ احمرها تاني، اوديها صدمة تاني من كل الجوانب. طيب، والخلطة اللي احنا معانا ديت هقدر اضيف عليها معلقتين من الكاتشب، وهبدأ استخدمها في السندوتشات. يعني لما اجي اعمل السندوتشات ابدأ افرد جزء بسيط جواها، بعد كده احط فيها قطع الفراخ زي ما احنا هنشوف هنعملها ازاي النهارده. ولو لسه معايا لحد دلوقتي ما تنسيش بقى اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. وهل الفراخ كده خلصت؟ لا طبعا، احنا هنحط عليها شوية مية سخنة علشان الفراخ تستوي. احنا بس اديناها لون من بره، اديناها تشويحة من بره، وهنبدأ نغطيها ونسيبها بقى مع نفسها تستوي. وبعد الفراخ ما استوت معانا هبدأ اجيب حتة فحمة، طبعا نكون ولعناها قبل كده، وننزل عليها بمعلقة سمنة بلدي مش زيت. الطعم والريحة مختلفة تماما، ده اللي هيدينا طعم الشوي. طعم الشوي حقيقي احلى من بره. وهنغطيها كويس، لازم نغطيها كويس علشان الفراخ تبدأ تشرب من الريحة دي. وبعد الفراخ ما استوت طبعا مش هنعرف نقطعها وهي سخنة، لانها هتبدأ تتفرفت معانا. لازم نسيبها تبرد تماما، او نسيبها في التلاجة لمدة 4 5 ساعات. لازم تبرد معانا. وبعد كده هبدأ اقطعها بالسكينة شرايح زي ما احنا شايفين، شرايح رفيعة. دي اللي هنستخدمها في السندوتشات. وطبعا تقدري تقطعيها بالسمك اللي انا قطعته دوت، او تقطعيها ارفع من كده زي ما انت حابه. وتقدري تعمليها سندوتشات زي ما انا ما عملت. انا بس ضفت فلفل وحطيت من الصوص جوه السندوتش، او تحطي جبنه زي ما انت عايزه، او تحطي اي نوع من انواع المخلل او اي صوص انت حباه. وبس. وصفتنا النهارده كانت سهله وموفره وجميله وخفيفه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.